شقة أحسن من فيلا. ده اللي قاله لي صاحب الأرض دي لما طلب مننا إن إحنا نصمم بيته. قطعة أرض كبيرة مساحتها حوالي 400 متر. لأول وهلة تصورت إن إحنا ممكن نعمل فيلا كبيرة جدا، بس هو كان عنده وجهة نظر تانية. قال لي أنا عندي ولدين مصيرهم يكبروا وكل واحد يكون له حياته، هعمل إيه ببيت كبير جدا عايشين فيه لوحدنا؟ خلينا نعمل شقة حلوة جدا على دور واحد وباقي الأدوار نسيبها للمستقبل. تعالوا بقى أوريكم إحنا عملنا إيه. دي هي الأرض بتاعتنا، مساحة تقريبا مربعة 20 في 20 متر. عندي جار من الناحية دي وجار تاني ملاصق من الناحية دي. ده هو التقسيم النهائي اللي وصلنا له. تعالوا اوريكم احنا عملنا ايه. احنا اخترنا الشارع ده يكون هو المدخل الرئيسي للبيت. هيكون عندي مدخلين للبيت. ده هو مدخل الشقة اللي في الدور الارضي. عندي مدخل تاني جانبي حرف ال ده كله بالكامل مساحة خضراء. اول جزء عندي على الشمال هنا هو مجلس خاص بالرجال. هي بره نطاق حرم البيت وليها خصوصية كاملة، فيها الحمامات ومناطق الخدمة الطبيعية اللي محتاجينها في مكان زي ده. بنلاحظ ان احنا داخلين على مدخل واسع، الحائط ده مكمل لحد هنا علشان يدي خصوصية للمنطقة الرئيسية لتجمع العيلة. هي منطقة المعيشة الرئيسية ومنطقة السفرة. استفدنا بطول الحائط ده ان يكون عليه التلفزيون. منطقة الاستقبال والمعيشة واسعة وكبيرة جدا، وفي نفس الوقت قريبة من المطبخ اللي كان مطلوب ان هو يكون مطبخ مقفول لكن واسع. المساحة دي بالكامل هي مساحة المطبخ، لكن احنا استقطعنا جزء منه هنا هيكون مخزن وفيه التلاجات والفريزر والدواليب. في نفس الوقت يفضل عندي المطبخ نفسه مساحته ممتازة جدا. احنا محتاجين 3 غرف نوم. كل المساحة دي هي أوضة الماستر الرئيسية. بدايتها هو السرير الكبير وجلسة إضافية مطلة على الحديقة. قدام السرير عندي منطقة التلفزيون وجنبها المدخل اللي بيدخلني لمنطقة الدريسنج والحمام. دريسنج ضخم مبني على 3 أضلاع. أما الحمام بدخل من الباب بلاقي قدامي حوض كبير بالمراية بتاعته، وورا الباب عندي منطقة ممتازة جدا فيها كابينة الشاور، والناحية التانية عندي بانيو جاكوزي بالمقاس المظبوط. بعد كده عندنا غرفة خاصة بالبنت. اول ما بدخل من الباب بلاقي دولاب كبير جدا، والضلع الطويل ده عليه سرير مناسب جدا للاستخدام. وقدام السرير عندي حيطه كامله متصممه كويس قوي، هيكون عليها التسريحه والمكتب وتلفزيون متعلق على الحيطه. الديزاين ال 3 دي بتاعها في منتهى الجمال. هنا عملنا حمام صغير خاص بالاوضه، بس في نفس الوقت حمام ممتاز. لقينا ان احنا عندنا ردود لازم نرجعه من ناحيه الجار عشان نحقق النسبه البنائيه، فاستفدنا بيها ان احنا نعمل جلسه مفتوحه كانها بلكونه خاصه الاوضه لوحدها. المنطقه دي مفتوحه لحد السماء. لو خرجنا من الطرقه هنلاقي حمام صغير هو حمام الضيوف. اما اخر اوضه عندنا فهي اوضه الاولاد. لما بندخل الاوضه بنلاقي سريرين مقاس كل واحد فيهم 140 سم. الضلع اللي ناحيه الجار اخدنا عليه دولاب من الحيطه للحيطه. طلع عليها الباب اخدنا عليها مكتب لشخصين، نفس فكره الحمام اللي موجود في الاوضه بتاعه البنات. عملنا جلسه خاصه بالاولاد، طلعنا افضل استفاده من المساحه اللي كانت موجوده عندنا. الشقه طلعت فعلا احسن من الفيلا ولا لا؟